مباراة مثيرة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا. الأهلي يبدأ بضغط واضح لكن دون خطورة حقيقية، وسيراميكا ينتظر اللحظة المناسبة حتى جاءت الدقيقة 39. تسديدة بعيدة المدى من فخري لاكاي، مصطفى شوبير يخطئ في إبعادها والكرة تسكن المرمى. هدف مفاجئ وتقدم لسيراميكا 1-0. الشوط الثاني يبدأ حتى الدقيقة 82. ركنية من الجهة اليمنى تصل إلى أشرف بن شرقي، يلعبها بالكعب بلمسة ذكية لتصل إلى ياسر إبراهيم، يسددها لتغالط محمد بسام وتدخل المرمى. هدف التعادل والمباراة تشتعل 1-1. الدقائق الأخيرة توتر وترقب ولقطة مثيرة للجدل داخل منطقة الجزاء، والقرار لا شيء. صافرة النهاية تعادل بطعم الخسارة للأهلي، وسؤال يبقى معلقاً: هل كان هناك ركلة جزاء؟